المخرج حسام الدين مصطفى رائد الأفلام الإباحية، رائد أفلام التعري، تزوج 3 أجمل فنانات، وزار إسرائيل، فابرك فيلم تنحي جمال عبد الناصر، أكبر زوجته الثانية على الرقص في فرحه على زوجته الثالثة، وأكبر الثالثة على الغناء في فرحه على زوجته الرابعة، وانفصل من نقابة. اتجوز أشهر 3 فنانات في الوطن العربي، 2 ممثلات، واحدة منهم من أشهر المطربات. حسام الدين محمد مصطفى مواليد 5 مايو 1926، مواليد السيدة زينب، توفى في 22 فبراير 2000 عن عمر 74 سنة. ناس بتقول لك أبوه كان عمدة من الصعيد، لكن هو بيحكي وبيقول فتحت عيني على أب عاشق للفنون والمسرح، وأبويا كان راجل مثقف، راجل راقي جدا على الرغم من وجودهم في بيئة شعبية، لكن أبوه كان مثقف مهندم ويلبس بدل. أبوه كان بيروح يزور العائلات والتجمعات الثقافية في البيوت، كانوا بيعملوا ندوات ثقافية في البيوت، كانت السينما لسه طالعة جديدة، وكان حسام الدين مصطفى كان عنده 10 سنوات، والكلام ده كان سنة 1935. وقتها السينما كانت لسه في أوروبا موجودة جديد، ظهرت السينما بقى، هو بقى ياخده معاه إلى السينما، شوف أفلام أجنبية، فتح دماغه ووسع مداركه، أحب الفن والسينما. كان أبوه بيجيب له كتب من بره عن السينما، تعليم اللغة الإنجليزية، بيترجم له كتب عن الفن وعن التمثيل. بعد كده أراد حسام الدين مصطفى إن هو يدرس فن، فعلا سافر لأمريكا سنة 1941، درس السينما في أمريكا 4 سنين، وأثناء وجوده درس اللي كان بيدرس له سيل دي ميل، تنبأ له بمستقبل كبير في الفن، قال له أهم حاجة تحب التمثيل والفن. لما نزل سيسيل دي ميل يعمل فيلم الوصايا ال10 سأل عنه بالاسم، خدوا معاه المساعد بتاعه في الفيلم. درس حسام الدين مصطفى الإخراج والتصوير، ودرس الإنتاج والمونتاج والتمثيل، رجع إلى مصر واشتغل فترة مساعد مخرج سنة 1956. كانت بدايته كمخرج في فيلم كفاية يا عين، كان فيه ماجدة وكمال الشناوي ومحمود المليجي وعباس فارس وزينب صدقي واستيفان روستي ونعمة مختار. كان قصة يوسف جوهر وهو كاتب السيناريو. كانت بداية الانطلاقة لحسام الدين مصطفى لما عمل فيلم حياة غانية، وهل أقتل زوجي، وإسماعيل ياسين للبيع، أنا بريئة، بفكر في اللي نسيني، الله أكبر، وداعي يا حب، نساء وذئاب. عمل حسام الدين مصطفى 106 عمل فني، كان آخرها مسلسل نسر الشرق الجزء الثاني، وتوفى قبل ما يشوف، خلص إنتاجه وتوفى. وقبل إذاعة الحلقة الأولى اتجوز المخرج حسام الدين مصطفى في حياته 5 مرات. الأولى أول ما رجع من أمريكا سنة 1953، حصل قصة حب بينه وبين بنت تعرف عليها في حفلة، واتجوزها وقعدوا فترة مع بعض، وحصلت خلافات وطلقها. هو رجع اتجوز بنت خالته اسمها نادية الطبجي، وخلف منها بنت واحدة اسمها جيهان سنة 1962. وبعد كده حصل قصة حب بينه وبين نيلي، بنت خالته عرفت انه صاحب نزوات كتير، جوز نيلي سنة 1972، قعد معاها سنة، وهو الفترة اللي قضاها مع نيلي 3 سنين، سنة جواز و2 حب. ومراته بنت خالته كانت على ذمته، الناس قالوا ليها اطلبي الطلاق، قالت انا عارفة انه هيلف وهيرجع، هو بيحبني وهيرجع ليا، وبالفعل رجع لي وطلق نيلي. وقالت نيلي عن الجوازة دي انه كان بيحب السيطرة والأولاد، عايزها تترك الفن وتقعد في البيت. حصل قصة حب بينه وبين واحدة اسمها ليلى الشافعي، واتجوزها وقعد معاها 2 سنين، وطلقها ورجع لأم بنته. بعد كده جوازتين في حياته حبش هو يتكلم عليهم، جوازهم الفنانة شمس البارودي ونجاة، وقال عنهم ان دي ناس متجوزة ومفيش داعي ان احنا نتكلم عنهم، متجوزهم عرفي او في السر. وقالوا ان هو لما اتجوز نيلي خلاها ترقص في فرحه على ليلى الشافعي عادي، مفيش مشاكل. وفي ناس تقول لك اما اتجوز نجاة خلاها تغني في فرحه على شمس البارود. تهمة افلامه لقبوه بابو الافلام الجنسيه، هو اللي جاب الافلام الجنسيه لمصر. ومن ضمن الناس كانت بتشتغل في افلامه الفنانه سهير رمزي، بيكيني والمايوهات في السبعينات بقى. ويشهد له في تاريخه الفن عمل فيلم الشيماء اخت الرسول صلى الله عليه وسلم، قعد يدور على واحده من الفنانات اللي تتقن الدور وتليق ان هي تكون اخت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تقوم بدور الشيماء. قال دي اخت الرسول، مستحيل اجيب اي ممثله عملت دور اغراء وظهرت بمشاهد عارية. لكن في الوقت ده بعد تمثيل الفنانة سميرة أحمد لدور الشيماء، قامت بعمل فيلم بنت بديعة مع الفنان حسن الإمام، وراح شافها حسام الدين مصطفى وهي لابسة بدلة الرقص، رفع قضية على الفنان حسن الإمام، أوقف الفيلم حتى نزول فيلم الشيماء أخت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال من فضل الله عليا إن فيلم بنت بديعة فشل ذريع. الفنان أو المخرج حسام الدين مصطفى خد جوائز عن فيلم جريمة في الحي الهادي، جائزة أفضل فيلم في مهرجان طنجة سنة 1968. فيلم رجل وامرأة أخذ عليه أوسكار. منحوا الرئيس جمال عبد الناصر جائزة عن فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي سنة 1994. وسافر إلى إسرائيل بدعوة من عمدة مدينة حيفا 3 أيام ورجع، لقى النقابة فصلته، قال أنا سافرت بدعوة للسلام ليس للتعاون الفني. النقابة رجعته تاني. كانوا ببيته بينادوه باسم مسعد. أخرج لنادية الجندي كل أفلامها، ثم أصيب بمرض، أصيب بجلطة، وتوفى في 22 فبراير 2000 عن عمر 74 سنة. ربنا يرحمه ويتغمده بكامل الرحمة.